مساء الخير على عيونكم حبايبي، ربي يسعد مساكم كده وشكرًا لكل اللي بيشترك لي في القناة، وشكرًا لمتابعيني وربنا يا رب يديم السعادة عليكم والمحبة. النهارده بقى قُلنا نعمل معاكم كيكة الجاتوه شاتوه أو الشاتوه جاتوه. هنعمل إيه دلوقتي؟ هنجهّز معانا الخلاط بأبسط طريقة وبطريقة سهلة جدًا. هنسمي الله كده ونصلي على سيدنا محمد ونقول المقادير بتاعتنا: كوباية من السكر، طبعًا الأبيض العادي، ومعانا نُص كوباية من الكاكاو بنفس المعيار، ومعانا حوالي كوباية إلا ربع من الزيت. أنتِ ممكن تزودي عن يعني عن كوباية إلا ربع، وممكن كوباية إلا ربع، من كوباية إلا ربع لكوباية حسب ما أنتِ عايزة. معانا كوباية إلا حاجات بسيطة يعني ربع مثلًا. وهنبدأ السكر والكاكاو، وهنحط كوباية من اللبن كاملة، والفانيليا بتاعتنا معايا فانيليا سايلة. هانزل كده بحوالي يعني معلقة صغيرة فانيليا بالشكل ده. نزلت كده بمكوناتي في الخلاط، هاخلطها لحد ما تبقى متجانسة معايا والسمك بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين صوص شوكولاتة يعني كامل الايه الدسامة بتاعته. ببدأ كده خلاص خلصت الصوص بتاعي، باخد منه حوالي كوباية من اللي انا عايرت بيهم اللبن والزيت والكاكاو بتاعي والسكر. نزلت كده بكوباية باركنها طبعًا على جنب، أو باسيبها في التلاجة حسب ما أنتِ عايزة. ركنتِ كده الكوباية بتاعتِك، خلاص دي اللي هتبقى الصوص بتاعنا، اللي هيبقى الخارجي صوص الشوكولاتة بتاعنا. معايا بيضاية، أنا يعني ممكن أعمل بيضتين، أنا عملت بيضاية واحدة، والبيضاية الواحدة بتقضي نفس الغرض. لو أنتِ عايزة تستغني عن البيضاية بنُص كوباية مَيّة سخنة هتنزلي بيها عادي. أنا عملت بيضاية كانت عندي، نزلت بالبيضاية وبمعلقة خل صغيرة، ومعايا الدقيق كوباية واحدة بس دقيق منخول. هابدأ أنزل بالدقيق بتاعي تدريجيًا كده بالخلاط. وطبعًا معايا معلقة من البيكنج باودر، معلقة كبيرة هرمية، صغيرة هرمية. ما باحطش بيكنج باودر كتير عشان عايزة الكيكة بتاعتي برضه سمك معين، الجاتوه بيبقى غير الكيكة العادية. بدأت نزلت كده بالمكونات بتاعتي وضربتها في الخلاط. نزلت الكيكة معايا صينية صغيرة 24 مدهونة بالزبدة أو بالسمنة ومعفراها بالدقيق. بس كده نزلت ببقية المكونات بتاعتي اللي أنا ضربت معاها الحاجة بتاعتي، ونزلت على فرن 180. قعدت حوالي نص ساعة أو نص ساعة ل5 دقايق. شفتها اختبرتها بالخلة طلعت مفيش أي حاجة ناشفة بالشكل ده. عايزة تخرميها بالخلة أو بالشوكة وتسقيها سيرب خفيف، سكر بمية بس كده سخنة، بتسقيها وعندك الكوباية يا دوبك تبرد، مفيش تبرد بسيط خالص. ببدأ أنزل بصوص الشوكولاتة بتاعي، قلبتها كده في صينية بالشكل ده وخرمتها كده بسيط بالخلة. هانزل بقى بصوص الشوكولاتة بتاعي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين حبايبي؟ نزلنا كده صوص الشوكولاتة بالشكل الجميل ده. لما تنسيش بقى لو عجبك الفيديو بالاشتراك والشير لحبايبك اللي حابة ان هم يعرفوا مقادير الكيكة بتاعتنا ويجربوها. وما تنسيش الاعجاب بقى بالصفحة بتاعتنا. شايفين حبايبي؟ نزلت بالشوكولاتة، هبدأ اسويها بالاسباتيولا كده بتاعتي بالشكل ده خالص لحد ما يتسوى معايا. انا طبعا يا دوبك هي دافيه ونزلت بالصوص شوكولاته بتاعي. هي لو بارده شويه مش هتسح عليها قوي كده. معايا الفرماسيل بتاعي، عندك كريز، عندك اي حاجه عايزه تزيني بيها. هنزل كده لان انا هقطعها دلوقتي زي الجاتوه كده لما تنشف شويه. بدات كده نزلت بالفرماسيل قطعه قطعه كده، جزئيه جزئيه كده، عشان اما اجي اقطعها جاتوه تبقى معايا مظبوطه. انتي عايزه ترشيها شويه عادي برضو مفيش مشكله. نزلت كده بالفرماسيل كده بالشكل ده. عندك جوز هند، عندك اي تزيين، عندك اي حاجه عايزه تزيني بشوكولاته فاتحه، اي حاجه هتقدم معاكي الغرض. شوكولاته اللي هي الكور، اي حاجه، بشر شوكولاته، كاكاو، اي حاجه انت عايزاها. بدات كده جميله معايا. بدات خلاص هبدا كده، حطيتها في التلاجة حوالي 10 دقايق، بردت شويه ومسكت. ببدأ إن أنا أقطعها نفس نظام الجاتوه بنفس الطول ونفس خدتها من النص كده وقطعتها بالسكينة طولي وعرضي لحد ما طلعت معايا قطع جاتوه. شايفين حبايبي شكلها؟
اللي حابب يشترك في القناة ويشوف الكيكات بتاعتنا، يشوف الحلويات اللي بنعملها، المعجنات، هتعجبه جدًا، ياخد جولة كده، ينزل ياخد جولة كده ويشوف الحاجات اللي بنعملها، هتعجبه جدًا. ما شاء الله بعد ما انتهينا منها وقطعناها بالشكل ده، شايفين سمكها وشكلها، نبدأ بكده ندوق بقى معاكم ونشوف إيه رأينا فيها. الله، الله، الله على جمالها، طعمها تحفة، حاجة كده بصراحة ولا تغنيكِ عن اللي أنتِ تشتري من برّه وبأقل تكلفة وبمكونات من البيت هتعمليها. ما شاء الله عليها وعلى جمالها وعلى حلاوتها، وكيكتها طعمها جميل جدًا وكلّها شوكولاتة. ما تنسيش بقى يا حبايبي تجربوها، واللي حابب يسأل في الكومنتات إيه إحنا المقادير مثلًا عبارة عن إيه، أنا كده أصلًا سايباها في صندوق الوصف، ويقول لنا بقى هو إيه رأيه فيها.